بص يا اسطوره، جاي لك النهارده بحكايه بطلنا ارون، شاب اتخان من اعز صاحب ليه، وفرقته كلها بعته واتنمرت عليه، وكمان وصلت بيهم الوقاحه انهم يفضحوه في الجرائد والاخبار، بس اللي هم ما يعرفوش انه كان اقوى واحد في الفريق واتخلى عن الشهره والاضواء عشان صاحب امره. بطلنا سياف وساحر وعنده قوه اسطوريه، اتحدى الصعاب اللي واجهته وقضى على كل الوحوش اللي بتقابله، وهيقلب قوانين العالم كلها لصالحه. فمن غير ما اطول عليك معانا حكايه اسطوريه، فانزل اعمل لايك واشترك في القناه ونوصل الفيديو ده 5000 لايك في اول يوم. بنخش مره واحده في سرداب الوحوش، وبيظهر بطلنا ارون وبيقتل ارنب متوحش، وبيلاقي اتنين كمان جايين عليه وبيخلص عليهم بسهوله، والواد بيحس انه لسه في الفورمه زي زمان، بس لازم يقتل اكبر عدد عشان يتاكد من قوته، وبيكون عايز يختبر قوته في المبارزه. والجواهر الحمراء مغرقه الارضيه كلها وبتجذب عفاريت الجوبلين كلها ناحيته، ولما بيلاقي عددهم كبير بيقرر يستخدم سحر الدعم، وسحر الدعم بيعزز قوه سحره في جسمه كله، وبيخلي قوته في السحر والمبارزه بتزيد اضعاف. بس قدامه 3 دقايق بس لحد ما التعويذه تنتهي، وبيبدا الهجوم وبيقتلهم واحد ورا الثاني، وبنعرف ان سحر الدعم بيقدر يستخدمه على نفسه او على حد تاني. وكمان كل الجيوش بتاخد معاهم سحرة الدعم، وده عشان يمدوا الجنود بطاقه اكبر يقتلوا بها الاعداء. وبيكون لسه فاضل 5 من الجوبلين، وارون بيخلص عليهم بسرعه قبل انتهاء مفعول التعويذه، بس بيتفاجئ اول ما شويه كمان يظهروا قدامه، وشكلنا كده مش هنخلص النهارده. وبعد ما بيقتلهم بيكون الوقت خلص، وقدر يقضي عليهم كلهم في 3 دقايق بالظبط. وفجاه بيلاقي 5 كمان خارجين من الناحيه الثانيه. يا جدعان انجزوا بقى واطلعوا مره واحده، هو انتم متفقين مع المخرج ولا ايه؟ والمره دي بيهجم عليهم من غير اي تعويذه سحريه، وبيوفر سحر الدعم عشان يقدر يستخدمه في المعارك الصعبه. وارون بيرجع بعدها لمقر فرقه البطل، وبتكون دي الفرقه اللي اسسها مع صاحبه اوليفر، بس بيتفاجئ اول ما بيلاقي اوليفر بيطرده من الفريق، وارون مش مصدق اللي هو بيسمعه، وبيقول له ازاي تعمل كده يا نادل انت؟ ده احنا اصحاب مع بعض من صغرنا وطول عمري بثق فيك، وعمر ما في حاجه واحده قدرت تفرقنا عن بعض. بس اوليفر بيكون جاحد وطماع، وبيعرفوا ان اداله فرص كتير قوي، وده لان هما الاثنين اتولدوا في نفس القريه. وبيعرف بطلنا ان قوته ضعيفه جدا، وكده كده في المستقبل هتضر الفريق بتاعه. نيلي بتقول له ما تتكلم بصراحه يا عم اوليفر، وعرفه انه عيل كحيان ومش في مستوى قوتنا. وديريك بيقول ان لازم يعرف مقامه ويدور على فرقه تانية. ارون بيكون مصدوم ومش مصدق اللي بيسمعه، وبيفتكر اول مره كان بيتدرب فيها مع اوليفر، وبيكونوا هما الاثنين عملوا الفرقه دي من 10 سنين، وقدروا يوصلوا لاعلى رتبه ممكنه في 5 سنين بس. وكمان هما من ضمن اوائل الابطال اللي وصلوا للطابق ال 94 في سرداب الجنوب. وارون حقق معاهم انجازات كبيره جدا، ومش بيكون مصدق ان هما يطردوه بالسهوله دي، وبيقول لاوليفر ان هو ممكن ما يكونش قوي زيهم، بس هما كمان عندهم نقاط ضعف كتيره. اوليفر بيعرفوا ان هما محتاجين معززين سحر الدعم، واخر مره في الحرب اللي فاتت عرفوا ان سحر الدعم اللي عنده مش قوي كفايه. ارون بيعرفوا ان ده طبيعي جدا، وده لان ارون في الاصل بيكون سياف مقاتل، والسحر اللي استخدمه هو عمله بنفسه. ديريك بيقول له انت غيرت التخصص بتاعك، وده عشان عمك اوليفر بيستخدم السيف احسن منك. ونيلي بتعرفوا انه حتى بعد ما تحول بقى ساحر فاشل، يعني ولا نافع في السحر ولا نافع في المبارزه. وبتقول له انت تحمد ربنا انك قاعد معانا لحد دلوقتي، يلا يا عم شوف لك مخروبه تانيه تقعد فيها. وارون بيعرفهم انه غير التخصص بتاعه بس عشان يساعدهم، وسحر الدعم اللي بيتريقوا عليه ده هو اللي انقذه في السرداب، وعمل نوع سحر خاص بيه عشان يعوض نقاط الضعف اللي كانت عنده. بس هم كده شكلهم متفقين عليه عشان يمشي من الفرقه. وفعلا ارون بيتصدم من كلام اوليفر عشان كمان لو بديل تاني ياخد مكانه. واللي بتعرفوا ان هم فرقه البطل دلوقتي، ومش اي حد ضعيف زيه هينضم لينا، وكفايه عليك كده بقى شكلك بقى وحش جدا. وارون مش مصدق ان هم غدروا بيه بعد كل اللي عملوا معاهم، ونيلي بتعاير عشان مستوى اقل منهم، وبتعرفوا ان مفيش حد بالمستوى ده هيتقن السحر والمبارزه مع بعض. بس عمنا ارون مش بيتاثر بكلامها، وهيثبت للكل انه ممكن يبقى سياف وساحر في نفس الوقت عادي، وفي يوم من الايام هيبقى قادر انه يعمل الاتنين مع بعض. وبيروح يسجل في دورة بلورة الانتقال عشان لما يرجع السرداب تاني يبدأ من الدور السابع. وبيقول كفاية قتل كده لحد النهارده، نروح بقى عشان نشوف فيديوهات اسطورة الانمي. ويلا انت كمان يا اسطوره انزل فجر زر اللايك، واستنى الفيديوهات الجايه عشان انزل لك انمي كامل يوم الجمعه. وارون بيتفاجئ اول ما بيلاقي مجموعه من المغامرين قدامه، وبيقفوا ياخدوا نفسهم من كتر الجري يا عيني. وبنعرف ان هم كانوا بيحاربوا الاورك جوه السرداب، بس هربوا من الوحش وسابوا البنت الصغيره لوحدها، والقائد بيقولوا كان لازم نسيبها والا هنموت. وطبعا البنت مش هتفرق معاه لان هي لسه جديده في الفريق. وارون سامع كل اللي بيحصل وبيكون متعصب جدا، وبيعرف ان البنت دي امها ضايع عليها عشان انضمت لفرقه كحيانه وضعيفه زي دي، وبيكون هو الوحيد اللي حاسس بيها عشان فرقته خذلته وسابته لوحده هو كمان. وبيتخانق مع الفرقه عشان سابوا البنت لوحدها، وبيقول لهم انتوا لو رجاله بجد ما كنتوش جيتوا هنا. وواحد منهم بيعرف انه مش هيقدر ينقذها لوحده، واول ما بيهجم عليه ارون بيخليه يلحس التراب. وبنشوف البنت بعدها قدام مجموعه من الاورك، وبتعمل حاجز حمايه عشان تمنعهم ياكلوها، وبتفضل تعيط يا عيني عشان مش تقدر على كل دول. والاورك بيقدروا يكسروا حاجز الحمايه
البدايه، وفجاه بتحصل عاصفه قويه بتوقعهم كلهم. بس ارون بيقف قدامهم وبيحمي البنت بكل شجاعه، وبيدخل على الاورك بالسيف بتاعه وبيفعل سحر الدعم عشان يعزز قوته. والبنت مش فاهمه ده اصلا ساحر ولا سياف، عشان بيقدر يستخدم قوته الاثنين في قتل الاورك. وبتكون اول مره تشوف حد بيحارب بالقوه دي كلها، وارون بيلاحظ ان عددهم كبير فعلا. عشان كده العيال الجميله دي خافت وهربت من هنا. ما تجري نص الجدعنه برضه يا رجاله. بس عمنا ارون قلبه ميت وما بيهموش، وبيخش يقطع فيهم واحد ورا التاني، وبيخلص عليهم بسهوله وبيخرج مع البنت بره. وبيعرف ان اسمها صوفيا ولسه في المستوى الاول. واول ما بيسمع اسم كلوديا بيبص على الشعار، وبيعرف ان هي من فرقه الارانب الذهبيه. وصوفيا عايزه تشكره على انقاذ حياتها، وبتطلب منه يروح معاها المطعم عشان تعزمه على العشاء. وعمنا ارون بيكون محرج جدا من الموقف، وبيعرفها انه ما عملش كده عشان يستغلها. بس البنت بتفضل تتحايل عليه لحد ما بيوافق. واول ما بيوصل بيعرف ان المطعم تبع الفرقه اصلا، وبيكون عارف ان الارانب الذهبيه اكبر فرقه في المملكه، وليهم نقابه خاصه بيهم في مملكه يوهان. واول ما بيوصل المكان بيتفاجئ باختها الكبيره سليمه، واختها بتقول لها مين ده يا بنت؟ انت مرتبطه من ورايا ولا ايه؟ بس هي بتتفاجئ اول ما بتتعرف على ارون، وارون هو كمان بيكون عارفها. وكان هما الاثنين بيتدربوا مع بعض في المدرسه. وسليمه كانت اول قائده لفرقه الارانب من صغرها، وهي اللي شهرت سحر الدعم في المملكه، واقنعت الملكه باهميه وجودهم في الحرب عشان هما اللي بيدعموا الفرسان اثناء المعركه. وكمان اول واحده تقسم كتيبه الجيش لثلاث اقسام، اولهم الفرسان ودول اللي بيواجهوا العدو، وتاني فئه المدرعين اللي بيصدوا الهجمات والاسهم، واخر فئه هم سحره الدعم ودول اللي بيساعدوا باقي الجيش من ورا. والتقسيمه دي هي اللي انقذتهم في الحروب اللي فاتت. وارون اخر مره شافهم فيها كانت في السرداب، وما كانتش تعرف ان صوفيا وسليمه يبقوا الاثنين اخوات. وسليمه بتبص له بنظرات مليانه غضب، وفاضل لها تكه صغيره بتغرز السكينه في بطنه. ما بالراحه يا بنت، انت واكل ورثك ولا ايه؟ وبتقول له مش عيب على سنك تمشي مع بنت عندها 14 سنه؟ ارون بيقول لها انت فاهمه غلط يا انسه، انا جاي هنا اتعشى معاها بس والله. بتقول له يعني كمان هي اللي عازمك؟ ده انت ليلتك مش فايته النهارده. وصوفيا بتقول لها استني شويه يا حاجه، انت الواد انقذ حياتي فقلت اعزمه على العشاء. وسليمه بتعرف ان هي دخلت السرداب لوحدها، وبكون حذرتها قبل كده كذا مره ما تعملش كده. وارون بيعرف ان هي كانت بتتدرب عشان تعلي مستواها. وسليمه بتطلب منها ما تروحش تاني من غير اذنها، وبتعتذر بعدها لارون على سوء التفاهم. وبيتكلموا عن اخر مره كانوا فيها في السرداب. وصوفيا بتعرفهم انهم كانوا مع بعض الشهر اللي فات، وبيكون هما الاثنين سحر الدعم زي بعض، وكانوا بيساعدوا الفريق في اخر معركه في سرداب الجنوب. وارون بيقول لها مفيش حد اجمد منك كده كده. وسليمه بتعرفه ان هو كمان قوي وانجز المهمه. وصوفيا ما كانتش تعرف ان ارون مشهور قوي كده، واختها بتعرفها انه عضو في فرقه البطل. وصوفيا بتصدم اول ما بتعرف الحقيقه، بس ارون بقى بيديهم الصدمه الكبيره، وبيعرفهم ان فرقه البطل استغنوا عنه. وسليمه مش مصدقه ازاي ياخدوا قرار غبي زي ده، وبتعرف ان ارون بقى عاطل دلوقتي، وبتعرض عليه ينضم لفرقه الارانب الذهبيه. بس ارون بيرفض بسرعه قبل ما تضغط عليه، وبيقول انه محتاج الفتره دي يبقى لوحده شويه. وسليمه بتطلب منه مهمه تانية خالص، وهي انه يروح مع بعثه التدريب بكره الصبح، وهياخد فلوس كتير قوي بعد ما يخلص المهمه دي. والبعثه دي بيكون فيها شباب صغار زي صوفيا كده، ومحتاجين مدرب قوي عشان يعلي مستواهم بسرعه. والبعثه دي بيكون مدتها 3 ايام جوه سرداب الجنوب، ومطلوب منهم يوصلوا للطابق ال50 تحت الارض. وارون مش فاهم هيشار بايه بالظبط، وبيقول لها 3 ايام ازاي يعني؟ ده الابطال المبتدئين بيحتاجوا من 6 شهور لسنه، وشكلكم كده انا وانت اختفوا العيال دول. صوفيا بتعرفوا انه ده جنان فعلا، بس ده طريق مختصر عشان مستواهم يعلى بسرعه. ده غير ان الاقتراح من اعضاء النقابه ذات نفسهم. وارون بيبدا يقلق اول ما بيسمع الكلام ده، ومعنى كلامهم كده ان في حرب داخله عليهم، وعايزين يطوروا العيال بسرعه عشان يزودوا عدد الجنود. ارون بيعرفها ان ده انتحار رسميا، والعيال دي ممكن تتاذي في الطابق ال50، بس لو النقابه مش ناويه تتراجع لازم يروح معاهم، وممكن الموضوع ينجح فعلا ويهزموا زعيم السرداب، وده هيخلي مستويات الفرقه كلها تعلى بسرعه رهيبه. وصوفيا بتعرف ان ارون ذكي فعلا، وقدر يفهم حجم المخاطره اللي هم داخلين عليها. وبنعرف ان زعماء السرداب بيظهروا بعد الدور العاشر، وكل ما ينزلوا اكتر كل ما الزعيم كان قوي، وممكن الطلبه الجداد يموتوا قدام واحد منهم، بس لو معاهم قائد قوي هيقدروا يهزموه. وارون هيساعدهم في هزيمه باقي الزعماء، وساعتها هيقدروا يسجلوا في جميع بلورات الانتقال، وبكده تكون مهمتهم نجحت باقل مجهود ممكن. وعمنا ارون هيبقى هو القائد بتاعهم، وبيحس ان الموضوع ده مهم جدا للفرقه، وشكلهم كده داخلين على ايام مش حلوه. وارون بيقول لها بس انا غريب عليكم ازاي هتدخلون الفرقه. وسيليا بعدها بتمسك ايده، وبتعرفوا ان هي اكتر واحده بتثق فيه، ومش هتعرف تسيب العيال دي مع حد تاني. عمنا ارون بيكون مصدوم ومش مصدق اللي بيسمعه، وبيقول فين الكلام بتوع فرقه البطل دلوقتي؟ لو كانوا سمعوا الكلام ده كله ما كانوش مشوني. بس الوحش في الموضوع ان ارون هيرجع ساحر دعم من تاني، وفجاه بيفكر في الموضوع وبيرجع في كلامه وبيرفض المهمه. وعمتنا صوفيا بتكون حزينه جدا، وبتعرفوا ان هي واحده من ضمن اعضاء الفريق، ومش هتبقى مطمنه غير لما يكون معاهم، وبتضغط عليه اكتر واكتر عشان بس يوافق. وارون بيكون لسه متردد في الموضوع، وبيقول لهم سيبوني افكر لحد بكره الصبح. وسليمه بتتفاجئ اول ما بتعرف انه غير تخصصه، ودلوقتي بقى سياف مش مجرد ساحر دعم، وبيعرفها انه لو راح مع البعثه هيفضل سياف زي ما هو. سليمه ما بتكونش فاهمه هو عمل كده ليه، بس ارون خد القرار ومش هيرجع فيه تاني، وهي في الاخر بتضطر توافق على قراره، ومتاكده انه لما يتحط في الخطر هيستخدم سحر الدعم غصب
عنه عشان بس يحميهم، وبتقول له بكره تبقى في المقر الساعه 7. ارون بيقول احنا هنبيع لبن ولا ايه؟ ما تخلوها الساعه 9 زي باقي النقابات. وبعدها بيعدي على الحاج ماريو صاحب متجر الجرعات السحريه، وبيرحب بيه كانه حفيده الصغير، وبيعمل له كمان شاي وبيقعد يسمع اللي حصل له، وبيشكره عشان هو الوحيد اللي ساعده في المتجر بتاعه، وكان بيقنع الناس تشتري الجرعات من عنده. وده لما كان مغامر مشهور في فرقه البطل. وارون بيقول له ما تزعلش مني يا جد والله، بس انا خلاص ما بقتش عضو في الفريق ده، ولاد الغداره طردوني بعد كل اللي عملته عشانهم، وللاسف دلوقتي مش عارف اسوق المنتجات بتاعتك. الراجل بيقول له ولا يهمك يا حبيب جدو، انا هفضل احبك حتى لو طردوك من البلد نفسها، يا عم ما تفولش في وشي، وده عشان انا الوحيد اللي شفتك وانت بتتعب من وانت صغير، وان المفروض يبقى هو القائد بتاع الفريق. وجده بيشجعه اكتر عشان يكمل مسيرته. وارون بيكون فرحان جدا بالكلام ده، وشويه كمان وهو هيقعد في حضن جده والله. وجده بيعطيه نظره غسان مطر، وبيقول له اعمل الصح يا ارون، ما تقلقش يا ابني انا هفضل في ظهرك دايما. وتاني يوم بيقابل فينيس برايم زعيم الارانب الذهبيه، وفينيس بيكون سمع كتير عن ارون وعارف انه انسب واحد للمهمه بتاعته. وارون بيعرفه انه اتشرف جدا بالمقابله دي، وما كانش متوقع ان واحد زيه يشكر فيه بالشكل ده. وفينيس بيقول له ما تحرجناش يا عم ارون، اتكلم براحتك هنا مفيش حد مراقبنا. وبيكون عارف انه ساب فرقه البطل، بس مش بيكون مهتم يعرف السبب الحقيقي، ومش عايز يضيع وقت اكتر من كده عشان عندهم مهمه صعبه. وارون عايز يعرف معلومات اكتر عن بعثه السرداب. وفينيس بيعرفوا ان سليمه تشرح له كل حاجه. سليمه بتقول له ان الخطه كالتالي، وهي ان هم ينزلوا من الطابق الاول للطابق ال 51 في 3 ايام، ولازم يوصلوا عند الطابق ال 21 في اول يوم بس، واليوم الثاني كده يوصلوا الطابق 36 عشان بالمعدل ده هيكون وصلوا الطابق 51 في اليوم الثالث. وفينيس بيتكلم مع سليمه على انفراد، وبيقول ان فرقه البطل خسرت ارون فعلا، والقوه بتاعتهم هتقل جدا من غيره. وسليمه بتتفق معاه في النقطه دي بالذات عشان سحر الدعم بتاعه وصلهم لمستوى ما كانوش يحلموا بيه اصلا. بس طبعا اول ما شافوا نفسهم طردوه طردة الكلاب، وده عشان سحر الدعم بتاعه اقل من المتوسط، بس سرعته في استخدام التعويذ قويه جدا، وبتعرفوا ان هو اسرع منها باربع اضعاف تقريبا، عشان كده هو انسب واحد للمهمه بتاعتهم. ده غير قدرته على دمج التعويذ المختلفه، وكمان تحليل المخاطر اثناء المعركه. خلاص يا ست عرفنا انه جامد ومفيش منه اتنين، وبنعرف ان الموضوع مش مجرد بعثه وخلاص، دي سليمه بتستغل عشان تعلي فرقه الارانب الذهبيه عشان وجود ارون معاهم ويخليهم يرجعوا القمه من تاني. والواد يعني فرحان وفاكر ان هم مقدرين قدراته، بس ما يعرفش ان هم بيعملوا كده عشان مصلحه النقابه. وفينيس بيفتكر انه سمع عنه في اخر معركه، وده لما فرقتهم وفرقه البطل اتحدوا مع بعض وهزموا تنين السرداب الجنوبي، بس مش بيكون مصدق كل الكلام اللي اتقال عليه، وحاسس ان الناس بتبالغ في تقدير قوه ارون. بس سليمه بتقول ان ارون اقوى منها بكتير، بس الناس بتبالغ برضه، يعني انا مش ضعيفه، ما تهزقوناش بقى يا جدعان. وده عشان هي اكتر واحده مشهوره في الفرقه، والاقوياء اللي زي ارون مش بيبانوا في الصوره. وارون بيعرف ان هو مع 10 فرق ومعاهم 5 مرافقين من ضمنهم سليمه، وكل الفرق هتتقسم عشان يقتلوا الوحوش بسرعه، ولو فرقه منهم وقعت في الخطر المرافقين هيتدخلوا. وسليمه فخوره بيه لانه حفظ الخطه بسرعه، بس ارون بيسالها هم ليه 5 مراقبين، وبيعرفها ان المهمه دي خطيره فعلا، والخمسه بس مش هيقدروا يحموا كل الفرق. سليمه بتعرفه ان هدفهم الوحيد يوصلوا للطابق 51، ولازم يتعرضوا لضغوطات ومواقف خطيره عشان خاطر العيال دي يتطوروا بسرعه، وهتكون دي فرصه حلوه عشان ياخدوا خبره في القتال. عمنا ارون ما بيكونش مقتنع بكلامها، بس للاسف دلوقتي ما قداموش حل تاني، وبيعرف ان في اسباب تانية هم مخبينها عليه، ومستغرب هم ليه عايزين ينفذوا المهمه بالسرعه دي. وطبعا ما حدش فيهم هيقدر يقول له الحقيقه، وده لانه لسه جديد معاهم ومش هيقدروا يثقوا فيه. عمنا ارون بيضطر يوافق على الخطه، وفينيس بيديله قطعتين من الذهب عربون اتفاق، وال10 قطع التانيين هياخدهم بعد ما يخلص المهمه. ارون ما بيكونش عنده مانع، بس حاسس ان المبلغ ده كبير على المهمه، و12 قطعه ذهبيه دول يقعدوا المرتب سنه كامل. مش كده يا جدعان، ده انتوا كرم قوي والله، امال ما كانش بيحصل ليه ده في الفرقه اللي كنت فيها. سليمه بتعرفه ان هم مقدرين قوته الحقيقيه، وبتقول له لو اتاخرت بكره هقطع خبرك. وارون بيعرفها انه هيبذل كل مجهوده عشان المهمه تنجح. وتاني يوم ارون بيوصل المكان بدري، وبيشوف مدخل السرداب الجنوبي، وبيكون في عدد كبير جدا من الاطفال. وسليمه بتوصل مع اختها صوفيا، وارون بيلاحظ ان صوفيا لابسه زيهم، وبيتاكد ان هي كمان لسه مبتدئه، وبيقول لها ايه الحلاوه دي يا بنت يا صوفيا، اليونيفورم ودى الاوتفيت في حته تانيه. وصوفيا وشها بيحمر وبتكون مكسوفه منه. وسليمه بتقول لها ترمي نفسك يا بنت انت، وانت يا عم ارون بطل معاكسه وركز في المهمه. وبتفتكر انه مرتبط وبيصاحب بنات كتير، بس ارون بيعرفها انه مش مرتبط اصلا، بس هو كان معاه بنات كتير في فرقه البطل، وكان بيتعامل معاهم زي اخواته والله. وسليمه بتكون لسه بتشك فيه، وبيعرفوا ان ارون كان قاعد مع فرقته في القصر، انما دلوقتي قاعد في فندق حقير جدا. وسليمه بتستغرب ان صوفيا سالت عن مكانه، وبتقول لها انت هتروحي تقابليه من ورايا ولا ايه؟ ده انت نهارك اسود يا بنت انت. وصوفيا بتقول لها بطلت تشك فيا بقى. وسليمه بتساله انت ليه واقف فين عن الفرقه؟ ارون بيعرفها انه ما يعرفش حد فيهم، وكمان شكلهم متوترين ومش عارفين ايه اللي مستنيهم. وسليمه بتطلب من ارون يروح يتعرف
بيتعرف عليهم ويحاول يخليهم يخرجوا من جو القلق والتوتر اللي هم فيه. وبيقابلوا الثلاث مرافقين اللي هيبقوا معاهم في المهمه وبتعرفهم على ارون المرافق الخامس. وقاسم بيسالها اذا كانوا يقدروا يثقوا فيه. سليمه بتقول له عيب عليك يا عم، ده جاي على ضمانتي. ارون بيقول لها ما ترفعيش سقف التوقعات قدامهم، احنا هناخد علقه محترمه جوه وشكلنا هيبقى وحش. وارون بيعرفهم انه مهاجم امامي وعمنا قاسم بيكون مدافع وبرناردو برضه مدافع. ايه يا عم خطه الكابتن حسام حسن دي ولا ايه؟ واحنا نقضيها دفاع وكاسم بيكون ساحره شفاء بتعالج الاصابات، وكده سليمه هتبقى ساحره الدعم اللي في الفرقه. وارون بيلاقي الفريق متوازن. هنلعب بخطه باسل صلاح، بس ما كانش فاهم هيتصرفوا ازاي لو ما كانش موجود، لان مفيش واحد فيهم مهاجم غيره. وسليمه بتلاحظ انه لسه قلقان وبتفتكر اخر محادثه بينها وبين زعيم النقابه، وبنعرف ان هم خسروا محارب قوه في فريقهم وارون ساحر دعم زيها، وبكده الفرقه مش هتكون متوازنه، وبكده زعيم النقابه مش هيقدر يضم للمجموعه الاولى. وسليمه مش بتكون عارفه تحل الموضوع ازاي، وبقالهم سنه بيحاولوا ومفيش اي تقدم. وعمنا ارون هو املهم الوحيد دلوقتي، بس المره دي ارون قرر يكون مهاجم ويتخلى عن سحر الدعم ويكون سياف، ولو قدر يأدي الدور ده كويس خطته ما تنجح المره دي. وسليمه بتقف قدام ال10 فرق وبتعرفهم من الثلاث ايام اللي جايين هيبقوا ايام سود عليهم، وبتكون عارفه ان هم متوترين عشان السرداب اعلى من مستواهم، بس بتقول لهم اوعوا تقلقوا ابدا، انا معايا اجمد واحد دخل السرداب ده. وبتعرفهم على ارون من فريق البطل، وكمان هو الوحيد اللي وصل للطابق ال 94 وعارف السرداب اكتر منهم كلهم. وارون بيلاقي سليمه سلمته تسليم اهالي حرفيا، والعيال كلها بتفرح وبيكونوا منبهرين بيه، والكل بيتحمس وعايز يخش السرداب. وارون بيعرفها انها وفرت شويه، وكده العيال دي هتخش تتصدم جوه. سليمه بتقول له ان هي لازم تعمل كده عشان تحفزهم، وبيكون ده جزء مهم من خطتها عشان العيال دي تطلع احسن ما عندها وقت الهجوم. وارون بيفكر ازاي ياخد لقب البطل في المهمه دي، وكل ده عشان يساعد الحاج ماريو ويبيع منتجات اكتر. وسليمه بتعرفه انه هيبقى مع الفرقه ال10 ودي اكتر مجموعه مميزه بالفرقه كلها، بس ارون بيتصدم لما بيلاقيهم 3 بس، وباقي الفرق التانيه فيها 5 افراد. هي جت عندنا يعني وقفت ولا ايه؟ وسليمه بتلبسه في اسوأ فرقه فيهم، وكمان عددهم قليل وده هيعرضهم للخطر. وبيقابل لوجان الكاريزما بتاع الفرقه، وبيعرفوا ان طول ما هو موجود معاهم مفيش حد هيقدر يكسب الفرقه دي ابدا. وارون مش مصدق ان في حد مغرور في السن الصغير ده، وبيعرف نفسه انه قائد المجموعه كمان، وبيقولوا ان ساحر الدعم وهيعدي مستوى سليمه قريب. الجرأه حلوه برضه مفيش كلام. وارون بيقولوا نفسي اعرف جايب الثقه دي كلها منين يلا. وتاني واحده بتكون مدافع واسمها كارلين، وارون بيسالها عن الدرع بتاعها، بس هي بتقول انها مش بتحب تلبسه عشان هيبوظ شكل الاوتفيت بتاعها. انتوا شكلكم فرقه مجانين. وبتعرفوا ان هي المدرعه الوحيده اللي مش بتستخدم الدرع. وارون بيقول لها شكلنا مش هنعدي من الدور الثاني حتى. وبتعرفوا ان هي بتحارب الوحش من بعيد عشان هي خايفه وحش منهم يلمسها بالغلط، ريحتهم بتبقى وحشه قوي. يا رب صبرني على الفرقه المتخلفه دي. وارون بيعرف ان هي مدافعه من النوع المراوغ، والنوع ده بيتعرض للخطر لان الوحوش بتقرب منه، وبيعرفها ان موضوع المراوغه ده صعب جدا ولازم تاخدي وقت كبير عشان يبقى عندك خبره فيه. ولوجان بيقولوا ان هم حذروها كتير قبل كده، بس هي اللي بتعند وماشيه بدماغها على طول، ودايما بتتجاهل تعليمات الامان، وبيفضلوا هما الاثنين يتخانقوا مع بعض. وصوفيا بتكون هي العضو الاخير في الفريق، وبتكون مهاجمه خلفيه وبتضرب من بعيد. وارون بيعرف ان هم اسوأ فرقه في ال10 فرق كلهم، واول مره يحس ان المهمه صعبه فعلا، وبيتفاجئ ان هم سكتوا اول ما دخلوا السرداب. وكارولين مستغربه لواحد من فرقه البطل موجود معاهم في البعثه، وارون بيفكرها بكلام سليمه، وبيعرفها انه خلاص انسحب من فرقته القديمه، وبتقول له في حد عايز يسيب فرقه البطل ولا ايه؟ شكلك كده بتحور ومش عايز تقول ان هم طردوك. وارون بيصدع من كتر كلامها وما بيكونش عارف يتعامل معاها ازاي البت دي، وبتوقفه في نص الطريق عشان تساله تاني، وبتقول له انت تعرف صوفيا منين يا جدع انت؟ وبتفضحها قدام الكل عشان قالت ان في حد جامد هينضم ليهم، والبنت بتكون محرجه قدام ارون ومش عارفه تتكلم. وبعدين بتعرفهم ان هو انقذ حياتها، وان اختها قالت ان هم في امان طول ما هو معاهم. بس فجاه بيظهر 2 من الذئاب المتوحشه وبيهجموا عليهم من ظهرهم، بس بيموتوا على طول في الفخ بتاع ارون. وارون بيكون عامل حسابه وزرع فخاخ كتير في المكان، وده عشان لو حد هجم عليهم من غير ما ياخدوا بالهم. وارون بيكون عارف ان الوقت بيطير ومش عايز يضيع قوته في معارك ملهاش لازمه، وفعلا بيكون وصل للطابق ال20 بسرعه كبيره. وارون بيلاحظ ان لوجان عنده مهاره قويه كساحر دعم، وكان فاكره عيل مغرور، بس المره دي اثبت نفسه، وعيبه الوحيد بس انه مش عارف يقود الفريق، وكل شويه عمال يزعق بصوت عالي. وكارولين هي كمان بتكون سريعه جدا وبتعرف تراوغ الوحوش بسرعه، بس للاسف بتكون متسرعه وبتهجم على الوحش اول ما بتشوفه. وكمان سلاحها عباره عن خنجرين صغيرين، والاسلحه دي ضعيفه قدام الوحوش الكبيره. وصوفيا هي كمان بتكون ساحره هجوم قويه، وصوفيا بيكون مستواها عدى المبتدئين فعلا، بس بتخاف جدا اول ما لوجان بيزعق فيها، وبتكون شخصيتها ضعيفه ومتردده على طول، بس ما عندهاش عيوب في قوتها زي باقي فريقها، ومستني مستواها يعلى عشان يشوف قوتها الحقيقيه. باقي الفرق بيكونوا في الطابق ال20، وكاسي ساعدتهم في قتل الغول العملاق، وكلهم بيسجلوا في جهاز الانتقال الاني. وبكده اول يوم يكون
بيكون عدى من غير مشاكل. وسليمة بتسأل ارون عن الفريق بتاعه وبيقول لها ان هم عندهم امكانيات قوية فعلا بس مش عارفين يشتغلوا مع بعض كفريق واحد. وبيكون خايف على كارولين عشان متهورة جدا ودي لوحدها ممكن توقع الفريق كله. وسليمة بتعرفه انها اتحسنت جدا عن زمان ولو كان قابلها السنة اللي فاتت كان شد في شعره. وارون بيقول لها طب الحمد لله انا شفتها السنة دي. وفي الاخر بيتفقوا ان هم هيتقابلوا في نفس المكان. وتاني يوم ارون بيصحى على الخبر في الجرايد وبيكون مصدوم من اللي شايفه قدامه ومش مصدق ان هم اعلنوا ان في عضو جديد في فريق البطل. يعني كده ارون فضحته بجلاجل وكل الفرق والنقابه تعرف ان هم طردوه. وارون بيكون متعصب ومتضايق جدا وده لان هم كده بيقللوا منه وممكن فرقه الارانب تستغنى عنه وشكله هيبقى وحش قدام العيال في البعثه كلها. وارون بيكون متعصب ومش عارف يتصرف ازاي وخايف العيال تفقد فيه الامل والمهمه تبوظ خصوصا يعني ان هم حققوا اول هدف ليهم وقدروا يوصلوا للطابق ال 21 في اول يوم. وفي الاخر بيروح هناك كأن مفيش حاجه حصلت وبيتفاجئ اول ما بيلاقي حد بينادي عليه وبيعرف ان هي لونا اللي كانت معاه في الفريق. وبنعرف انها اكتر واحده معجبه بيه وبتقضي معاه معظم الوقت وكانت هي الوحيده اللي بتحبه في الفريق القديم. وحتى لما طردوه ما كانتش موجوده معاهم وده لان لو هي كانت حاضره كانت اكيد هتمنعهم يعملوا كده. وارون بيلاحظ ان هو لسه متعلق بفرقته القديمه ولونا بتطلب منه يرجع الفريق تاني وبتعرف ان هم محتاجين قوته في الفريق فعلا. وارون كان عارف ان هي هتقول كده لان هي الوحيده اللي مقدره قوته الحقيقيه. وارون مش فاهم ازاي تطلب منه يرجع تاني بالذات بعد المقاله اللي انتشرت في الجرايد الصبح. وبيعرف ان لونا لوحدها هي اللي عايزاه يرجع ولو جه معاها دلوقتي تقدر تقنعهم برجوعه. بس ارون مستغرب ان هي بتتكلم بكل جديه ومصره جدا انه يجي معاها لحد دلوقتي. بس ارون بيكون خد قراره فعلا ومش هيرجع تاني بعد اللي كتبوه عنه في المقاله. وبيعرف انه مش عايز يرجع الفريق ده تاني. ولونا ما تعرفش اي حاجه عن المقاله اللي بيقول عليها وبتفكر انه عادها قبل كده ان هم هيكملوا مع بعض ومش هتكمل رحلتها في السرداب من غيره. ارون بيتضايق وبيتعصب جدا وبيشد ايده منها وبيفكرها ان اوليفر وعده لما كانوا هم الثلاثه مع بعض بس للاسف خلف بوعده وطردوا بره الفرقه ودلوقتي فتحوا قدام الكل عشان ما فيش فرقه تاني تضموا ليها. وفي الاخر ارون بيعتذر لها وبيمشي ولونا بتتاكد انه مش هيرجع الفرقه ابدا. وارون بيفتكر ذكرياتهم وهم صغيرين وما كانش متخيل ابدا انه يبعد عنهم في يوم من الايام. وارون بيكون ماشي وبيفتكر لما الفرقه طردته عشان هو ضعيف وبيفكر في اخبار النهارده واللي كان مكتوب فيها عنه. ارون بيقول انا كنت متوقع ان ده اللي هيحصل وبيحاول يفكر يعمل ايه دلوقتي وبيسال نفسه كم واحد واثق في قوتي بعد الخبر بتاع النهارده. وبيكون الكل شاف الخبر والناس كلها عماله تتكلم عليه وكلهم عرفوا انه اتطرد من فرقه البطل عشان هو ضعيف. وفي ولد بيقول ان ارون انسحب محدش طرده وان لو فعلا ارون اتطرد فده هيغير كل حاجه. والطلاب اول ما بتشوفه بيقول لهم صباح الخير بترد بتوتر وارون بيرد عليهم وبيلاحظ عليهم التغيير عكس امبارح تماما وده لان سليمه كانت عماله تتباهى بيه قدام الطلاب لكن دلوقتي هم خايفين وشاكين في قوته. وسليمه بتنادي على ارون وبتكون جايه تجري بسرعه وارون بيكون متفاجئ ان سليمه جايه في وقت زي ده. واول لما سليمه بتوصل له بتعتذر له عن اللي حصل وارون بيقول لها مفيش داعي انك تعتذري وبيقول لها لو فضلت متوتره كده البعثه بتاعتنا هتبوظ. سليمه بتقول له بس انا فضلت احكي عنك للاعضاء امبارح وبتقول له دي كانت غلطتي انا بصراحه والمفروض كان يبقى عندي حذر اكتر من كده. ارون بيقول لها انا اللي بعتذر ليكي وده لاني ما قدرتش اوضح الموقف. وارون بيقول لكل الطلاب ما حدش فيكم يقلق انا هبقى معاكم النهارده في السرداب واحميكم بروحي. وبعدها بيطلب من سليمه تتصرف على طبيعتها وواحد من المشرفين بيقول لارون بس انت قدرت توصل للطابق ال 94 وده في حد ذاته انجاز يبين انك قوي جدا. والراجل بيقول له ما تقلقش احنا كلنا بنعتمد عليك وعارفين قوتك الحقيقيه وتقدر تعمل ايه بالظبط. وحتى سليمه بتشجعها هي كمان وبتقول لهم عندكم حق فعلا. وامبارح ارون كان قوي جدا وقدر ينجز المهمه بكل سهوله وعايزين نشوف نفس اللي حصل امبارح يتكرر النهارده. ارون بيقول لهم محدش يقلق وتقدروا كلكم تعتمدوا عليا النهارده. وبعدها الطلاب بتبدا تقول صباح الخير لارون بكل ثقه وحب. ارون بيقول لهم انتوا اكيد عرفتوا الخبر اللي منتشر في الصحف. صوفيا بتقول له اكيد الاخبار دي كلها كذب وانت اقوى من كده. والواد اللي معاهم بيساله بيقول هو ده حصل فعلا ولا لا. ارون بيقول لهم ان اللي حصل اغلبه صح بس مش دي الحقيقه. وبيقول له لو انت بتسال انا ضعيف ولا لا انا ضعيف وانا مش البطل اللي الكل كان متوقعه في دماغه. وارون بيعتذر لهم عشان ما لهمش الكلام ده من الاول. والواد بيكون مش فاهم ليه ارون بيقول كده دلوقتي لكن صوفيا بتقول له ان ارون قوي جدا وقدر يهزم 10 من وحوش الأورك بكل سهوله وبتقول له مهما قلت لينا هفضل متاكده انك قوي برضه. ارون بيشكر صوفيا على ثقتها فيه وبيقول لهم انا هقدر اوصلكم للطابق ال 51 وبيطلب منهم يبذلوا جهدهم في الاستكشاف زي المره اللي فاتت. وبعدها بياخد فرقته وبيخشوا السرداب والفريق بيخش السرداب الجنوبي مره ثانيه بس النهارده هتكون البدايه من الدور ال 21 وارون بيعرفوا من المهمه زي امبارح بالظبط. والهدف النهارده ان هم يوصلوا للطابق ال 35 تحت الارض. وعمنا ارون بيكون قلقان شويه وده لانه ما خدش اي اوامر ثانيه من ساعه ما بداوا ومش فاهم ازاي عينوهم مشرفين من غير خبره اصلا. في الطابق ال 24 كان لورين بتقتل كل العفاريت وصوفيا بتستخدم سحر النار في الطابق ال 29 وارون بيكون فخور بيهم هما الاثنين وعارف ان هم لسه بيثقوا فيه لحد دلوقتي على عكس عمنا لوجان اللي لسه قلقان من ساعه ما سمع الخبر. وبعدها بيوصلوا للطابق
الطابق 31 وارون هو اللي هيقول لهم الاوامر المره دي، عشان كل ما بينزلوا اكتر في السرداب كل ما الخطر بيبدا انه يزيد، ولازم يكون فايق ومركز عشان الوحوش هنا ذكيه وبتعمل افخاخ. وفجاه بيوقفهم كلهم في مكانهم وبيعرفوا ان في وحوش جاي من بعيد، والكل بيكون مستعد ومتحمس للمعركه. وبتظهر عفريت الجوبلين مره تانيه، وارون بيطلب من كارولين توري له قوتها الحقيقيه، وبيطلب من صوفيا تضربهم من بعيد. وعمنا لوجان بيفعل سحر الدعم من غير ما يطلب منه، وبيقول في السر انه بيأمرهم زي مشرف في الفريق، وشكله كده مش مميز وكان بيضحك عليهم. وعمنا لوجان بيوجه سحر الدعم كله ناحيتها، وده بيخليها تقتل اكبر عدد من الجوبلين، لحد ما فجاه بيظهر وحش اوركا عملاق قدام صوفيا، وبتكون خايفه منه ومش عارفه تتصرف ازاي. ولوجان مش فاهم هي ليه اتجمدت في مكانها، وبيفتكر ان الاورك هجموا عليها قبل كده، عشان كده هي خايفه منهم ومتسمره مكانها. وبيلاحظ ان ارون ساكت ومش بيتحرك من مكانه حتى، وبيكون سايبها المره دي عشان تتصرف لوحدها. لوجان ما بيكونش واثق فيه وبيفكر انه ينقذها بنفسه، بس بيتفاجئ اول ما ارون بيضعف الاورك بالسحر بتاعه، وبيبدا انه يطمن صوفيا وبيقول لها ما تقلقيش احنا كلنا هنا موجودين حواليكي، وبيطلب منها تهدى شويه وتركز في الهجوم. صوفيا فعلا بتاخد الثقه من تاني وبتهجم على الوحش، وبتعمل عاصفه ناريه باستخدام رمح النار، وبتولع في الوحش في اقل من 5 ثواني. وارون ولوجان بيكونوا مصدومين من قوتها. امال كنت خايفه من شويه ليه يا بنت انتي؟ شكلها كده بتغزي العين يا جدعان. وعمنا ارون بيكون فخور بيها جدا، واول مره يعرف ان هي بتستخدم سحر متقدم. وكارولين بتقول لها الحلاوه والقوه دي كلها، ومن كتر فرحتها بتاخدها بالحضن وبتسيب المعركه. انا عرفت ليه دلوقتي البنات ما بتخشش الجيش. وارون بيعرفها ان دي كانت هجمه قويه فعلا، ولوجان بيفهم ان ارون ساعدها بسحر الاضعاف، ولحد دلوقتي مش فاهم هم ليه طردوهم فرقه الابطال. ما الراجل جامد اهو يا جدعان والسحر بتاعه شغال. وبعدها بيوصلوا للطابق ال 35، والمره دي بيقابلوا زعيم الطابق على طول، وبيكون عنكبوت الموت العملاق. ولوجان عارف ان قوتهم هم الثلاثه مش تعمل حاجه قدامه، وبيقول لارون ايه العمل دلوقتي يا عم انت؟ ارون بيطلب منه يدعم كارولين وصوفيا، ويزود كارولين بالرشاقه والتحمل وصوفيا بسحر الدعم. عمنا لوجان مش مصدق اللي هو بيقوله. يا عم دي نفس اوامر كل معركه، ازاي هتشتغل مع الوحش المرعب ده؟ ما تغير بقى يا عم ارون، هو انت وحسام حسن في المنتخب وراه. وكارولين بتنفذ الاوامر وبتبدا الهجوم، ولوجان بيكون شايف ان ده انتحار وبيحاول يمنعها، بس ارون بيوقفه وبيقول له لو اتحركت من مكانك كلنا هنبقى في خطر. وارون بيقول لها تنط من فوق وتضربه في ظهره، واول ما بتقرب منه بتنزل بالخنجرين في ظهره على طول، وبتشق ظهره كله لحد ما بتعمل جرح كبير. وارون بيطلب منها تشتته عشان يبدا الهجوم الثاني، وبيعرفها انه عنكبوت سام وبيضرب من بعيد ولازم تتجنب السم بتاعه باي طريقه. لوجان بيدعمها بالسحر بتاعه، وكارولين بتتحرك بسرعه وبتحاول تشتته، واول ما بينزل عليها بالمخلب بتصد الضربه بسهوله، وبتقول له تعالى ورايا يا عم العنكبوت، ده احنا لسه بنقول يا هادي. والعنكبوت بيبدا يتحرك ناحيتها ولوجان لسه صامت، وارون بيقول له اوعى تضعف ابدا عشان حياه كارولين دلوقتي بقت تحت ايدك انت. وبيطلب من صوفيا ان هي تثبت الوحش، وصوفيا بتضربه بالشفرات الهوائيه وبتقطع نص دراعاته اليمين، وبكده تكون شالت حركته بالكامل، والوحش بيقع على الارض وبيكون اتهزم اخيرا. ولوجان مش مصدق ان هم قتلوه بالسهوله دي، بس ارون بيقول لهم ان المعركه لسه شغاله، وبيطلب منه يمنح كارولين تعزيز القوه والمهاره. لوجان ما بيكونش فاهم هو عايز يعمل ايه، وبيكون اتاخر عليها والوحش عرف يمسكها، وبيكون كتفها بالشبكه وبيسحبها ناحيته عشان ياكلها. وصوفيا بيكون خايف عليها جدا، وارون بيقول لها ما تخافيش انت اجمد من كده، وبيطلب منها تقطع الشبك بالخناجر اللي معاها. وكارولين بتحاول تحرك ايدها وسط الشبك، ولوجان شاكك ان ارون عارف اللي هيحصل من الاول. وارون بيطلب من صوفيا تجهز السهم الصخري، وبيعرف لوجان عشان يدعمها بالسحر مره ثانيه. كارولين بتفضل تصرخ من بعيد، وبتعرف بطلنا ان هي مش قادره تعمل حاجه. وارون بيكون عارف ان لوجان اخره 3 تعويذات في وقت واحد، بس هو لازم يتدخل المره دي عشان كارولين ممكن تموت، وبيقرر انه يستخدم سحر الدعم عليها. وبتلاقي طاقتها رجعت من تاني وبتحرر نفسها بسرعه، وصوفيا بتكون مجهزه سهم من الحجاره، واول ما بتضربه على الوحش بتخلص عليه بسهوله، وبتكون المهمه نجحت وضعوا العنكبوت اخيرا. لوجان بيعرف ان دي خطه ارون من الاول، وده عشان يرجع يخليهم يثقوا فيه مره ثانيه. وارون بيعرف لوجان انه انقذهم بسحر الدعم بتاعه، وبيخبي عليه انه يساعدهم عشان ثقته في نفسه تزيد. وبكده مهمتهم خلصت النهارده، والكل بيتجمع مره ثانيه بره السرداب، وسليمه بتحييهم وبتقول لهم عاش يا ابطال، مهمه النهارده تمت بنجاح، وبكره هيكون اخر يوم لينا في السرداب، ولازم ترتاحوا وتاكلوا دلوقتي كويس عشان بكره هنوصل للطابق 51، وحرفيا هتشوفوا اصعب يوم في حياتكم التدريبيه، وربنا يسترها عليكم وتروحوا بسلام. وارون بيكون راجع البيت لوحده، وبيلاقي برنارد واسيم بينادوا عليه، وبيكونوا هما الاثنين عايزينه في موضوع مهم. اسيم بيقول له تعالى بس نتغدى ونتكلم براحتنا، وارون كان فاكر ان وجودهم مضايقهم هما الاثنين، بس واضح كده ان هما طيبين مش زي الكلاب بتوع فرقه البطل. وبرنارد بيقول له انا عارف كبابجي قريب من هنا، تعالى بقى ادوقك احلى فخده خروف هتاكلها في حياتك، وبيكون هو ده مطعمه المفضل. ولوجان بيركب مع اصحابه في العربيه، وبيعرف ان ارون انقذ صوفيا من الوحوش قبل كده، وصوفيا بتعرفه ان ده حصل من 3 ايام، ودي كانت اول مره تخش فيها السرداب لوحدها. ولوجان بيعرف
بيعرف ان ارون انقذها لوحده، بس عايز يعرف تفاصيل اكتر عشان يتاكد من قوتها، وبيسالها اذا كانت فاكره طريقه القتال او التعويذه اللي استخدمها. صوفيا بتحاول تفتكر اللي حصل، وبتقول انه ضرب الوحوش بعاصفه الريح الاول، وبعد كده استخدم سحر الدعم عشان يعزز قوه السيف بتاعه. ولوجان بيعرف ان التعويذه بتاعته بتدعم الاسلحه، وكارولين بتقول ان هو اكيد استخدمها النهارده عشان الخناجر بتاعتها بقت اقوى وحد اكتر من الاول. ولوجان بيسال صوفيا اذا كان استخدم سيف وقت المعركه. صوفيا بتقول له ايوه طبعا، ده كان بيقطع وحوش الاورك زي شرايح البصل. ولوجان بيعرف انه بيقدر يستخدم السلاح والسحر مع بعض، ودي بتكون مهاره نادره مش موجوده عند اي حد. بس صوفيا بتقول ان ارون غير تخصصه بعد ما سافرت البطل، ورفض يخش معاهم المهمه كساحر دعم طبيعي، واختار المره دي انه يبقى مهاجم امامي. لوجان بيكون متفاجئ وشايف ان دي حاجه مش منطقيه ابدا، وبيكون لمحه فعلا وهو بيستخدم سحر الدعم. ولوجان بيكون فهمه غلط فعلا عشان كان بيحتكره اول ما عرف انه اتطرد من فرقه الابطال، وكان فاكر انه كذب عليهم عشان يبان قوته قدام الطلبه، وكان متضايق جدا لانه خان كل التوقعات بتاعته. بس النهارده لما شافه في المعركه اتاكد من قوته الحقيقيه، ودي اول مره يشوف حد بيستخدم سحر الاضعاف. حتى سليمه ذات نفسها مش بتستخدم التعويذه دي، وده لانها تعويذه نادره وصعبه في تنفيذها، بس عمنا ارون قدر يعملها بسهوله. ده غير اللي حصل في معركه عنكبوت الموت، ودي اول مره يعرف اهميه التنظيم القتالي، وان وجود قائد تكتيكي زي ارون كان مهم جدا، ولو حد فيهم كان خالف الاوامر كانوا ماتوا كلهم. والخطه ان هم يشتتوا العدو باستخدام المهاجم الامامي، وساعتها المدافع الخلفي وساحر الدعم بيضربوه من بعيد. والله يا عم ارون ده طلع معلم، ولا كانه حسام حسن مع المنتخب. ادعوا لنا في الكومنتات بقى عشان نكسب النهارده، بس انتوا هتشوفوا الفيديو ده بعد الماتش ما يخلص، فان شاء الله نكون كسبنا ووصلنا النهائي. وانزل اعمل لايك واشترك في القناه. ولوجان بيعرف ان دي الطريقه المثاليه للهجوم الجماعي، ودي الطريقه اللي يقدروا يقتلوا بيها الوحوش مهما كانت قوتها. ودلوقتي عرف ان ارون متفوق عليهم بمراحل، ومش فاهم هو ليه غير تخصصه لمهاجم امامي. صوفيا بتقول له ان هو مهاجم قوي فعلا، وتاكدت بعد ما قتل عشرات من الاورك بهجمه واحده. كارولين بتقول ان هي تبقى زيه في يوم من الايام، ولوجان عايز يتحداه ومش هيستسلم ابدا، وهيستغل كل فرصه عشان يثبت قوته قدامه. كارولين بتقول له مالك يا عم مالي بوشك كده ليه؟ امال لو ما كناش كسبنا في المعركه كنت هتعمل ايه؟ لوجان بيقول لها انا مفيش حاجه فعلا، بس هو بيحمس نفسه عشان معركه بكره. وارون بيكون في المطعم مع برنارد واسيم، وبيحط قدامه كل انواع اللحوم المشويه، وبرنارد بيقول له عب التانك على الاخر يا معلم، كده كده الاكل كله على حسابنا. وبرنارد بيفكره لما كان في فريق الابطال، وبيقول له اكيد كنت بتحتفل كتير مع اصحابك. ارون بيقول لهم بس ده ما كانش بيحصل كتير، لانه كان بينجز الاعمال الروتينيه والاوراق المهمه، وما كانش عنده وقت يخرج معاهم اصلا. وبرنارد متضايق عشان اللي كتبوه عنه في المقال، وبيقولوا ان ما كانش في اي داعي للكلام الماسخ ده. واسيم بيتفق معاه في النقطه دي كمان، وبيطلب من ارون ينسى اللي حصل ويبدا مع نفسه صفحه جديده. ارون بيقول لهم ان كلامهم ده فرحه جدا، ده غير ان الاكله دي جايه في وقتها بصراحه. واسيم بيعرف انه كان ساحر دعم في فرقته القديمه، بس متفاجئ ان اول ما قابلهم قال انه مهاجم امامي. ارون بيعرفهم انه بقى سيف دلوقتي، وانه غير تخصصه بعد ما ساب فرقه البطل على طول. عمنا برنارد بيكون عايز يعرف السبب. ارون بيعرفهم انه كان سيف اول ما انضم للفرقه، وان هو ده كان حلمه من هو طفل صغير، وكان فرحان جدا اول ما خد المنصب ده وهو كبير. واسيم بيفتكر ان في حد في عيلته كان سيف برضه، عشان كده ورث منه قوه الفارس. ارون بيعرفهم ان جده كان فارس قوي جدا، وكان اول واحد يقتل الوحش اللي هجم على قريتهم، وبيكون قدر يهزمه بضربه سيف واحده. وارون من ساعه ما شافه بقى بيتمنى انه يبقى سيف زيه. اسيم بيساله طب ايه اللي خلاك تغير رايك وتبقى ساحر دعم في الفريق؟ ارون بيعرفه ان ده حصل لما اتعمقوا في الادوار جوه السرداب، وكان لازم حد فيهم يضحي برتبته عشان الفريق يبقى متوازن. وساعتها قابلوا وحوش شرسه جدا، وكان لازم يفكروا في طريقه تخليهم يتقدموا بسرعه، ولازم يكون معاهم ساحر دعم يعزز قوتهم قدام الخصم. وارون كان هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده، وده لان عنده قدره تعدد المهام واللي مش بتكون موجوده عند اي حد تاني. واسيم بيقول ان هو ده اللي خلاهم يوصلوا للطابق ال 94، يعني في الاخر القرار ده كان في مصلحه الفريق. بس ارون بيقول ان ده مش الصح يعني، وكان لازم يستمروا شويه لحد ما يزودوا قوتهم. وارون بيتحجج انه كان قاسي شويه مع فريقه، وبيرفض انه يكمل لهم بقيه القصه الحقيقيه. وبنعرف ان القصه دي حصلت في الطابق ال 94، وبرنارد عايز يعرف منه علامات السيف المحترف. ارون بيقول ان السيف ممكن يبقى متعدد المهام عادي، ويقدر كمان ينزل الطابق السفليه ويعديها لوحده، وده كان دايما طموحه من هو طفل صغير. واسيم بيكون واثق انه هيعمل كده قريب. وكارولين وصوفيا بياخدوا دش مع بعض، وبيعرفوا ان بكره اخر يوم في البعثه، وبتكون امنيتهم ان ارون يكمل معاهم بعد المهمه دي. وكارولين بتطلب من صوفيا تحاول تقنعه عشان ينضم للفريق، بس صوفيا بتكون خايفه ومحرجه جدا منه، وبتكون حزينه جدا عشان مش هتشوفه تاني. وتاني يوم بيكون في تجمع عند السرداب، وفرقه البطل وصلت المكان ومعاهم لونا كمان، وبكل لحد دلوقتي لسه حزين على ارون. وشكلنا كده داخلين على احداث ناريه، والحلقه الجايه يبقى فيها صدام ناري. فانزل اعمل لايك واشترك في القناه عشان تجيلك الحلقه اول لما تنزل، واشوفكم في فيديو جديد بكره اساطير، وسلام.